دي جي ميرو. ايه رأيك يا صح سيد ولا فشارة يجيب العيش؟ صح سيد هو اللي على الطرف، هو قرب ينزل. قوم يا ده سيد اعمل حاجة مفيدة، قوم هات لنا عيش. بص يا دي مش راضي يصحى اكيد دوت نايم على الساعة 10 الصبح زي كل يوم من بعد السحور. قوم يلا يا سيد. يا بابا انا قلبي كان هيقف. في ايه بتخضني كده ليه؟ قوم يا سيد خد بطاقة التموين وهات لنا عيش، مش عايز انا كل يوم اجيب عيش شامي. طب يا بابا ما تصحى بشارة. لا فشارة جاب من كام يوم، قوم انت هات يلا بطل دلع. حاضر انا قمت اهو. فكرة صح سيد ولا فشارة هيجيب عيش؟ صح سيد هو اللي على طرف السرير. انا سيد. نعم يا بابا. قوم يا حبيبي هات لنا عيش من الفرن. طب بابا هو انا كل يوم اللي هنزل اجيب عيش؟ ما تصحى بشارة هو ينزل. فشارة نزل من كام يوم، انزل يلا بقى بطل كسل. هما الكام يوم دولت ما بيعدوش. حاضر يا بابا انزل دلوقتي، روح وانا جاي وراك. حاجة يا سيد انا داخل انام. بقول لك ايه يا حبيبي، انت اللي هتنام النهارده على الطرف. حاضر يا سيد. تفتكر صح سيد ولا فشارة يجيب العيش؟ بس يا بابا انا عايزاك تبقى محايد، مش كل مره تجيب اللي على طرف السرير، ابقى من جوه. انا برضو بقول كده، ابن الكلب اللي جوه دوت لازم ينزل النهارده. واد يا سيد انزل هات لنا تمر ورقصوص علشان في ضيوف جاي. هو البيت دوت ما فيهوش حد تاني غير سيد ولا ايه؟ طب يلا انزل بدل ما انت عارف انا ممكن اعمل فيك ايه. يا سيد اذن هتكلم عشان نعمل حاجة حلوة للضيوف. انت يا جحش يالا، انت مش شايفني قاعد بذاكر؟ كنافة ايه اللي انزل اجيبها؟ مين اللي قالك اصلا؟ انت ليه بتشتمني يا عم انت؟ هو انت ابدا لا بتضحك وانت بتتشتم؟ انت عايز اعرف مين الظالم والمفتري اللي قالك انزل اشتري الكنافة دي دلوقتي؟ ابوك اروح انا اديهولك؟ لا انت ايه يا حبيبي، انا نازل دلوقتي. فين فلوس الكنافة؟ ايوه كده ما بيجيبكش ورا غير ابوك. وبعت معاك صواريخ وبomب عشان نرميها على الناس من البلكونة. ما انت مش خسران حاجة. فاكر اخر مرة رمينا الصاروخ ايه اللي حصل؟ جت في قرعة ابو علاء. والله ما يا ابني قلت لابو علاء ان انت رميت الصاروخ. يا ابن الفتان يا مستفز. فاكر انا البومبا اللي رميناها وجت على دماغ ام احمد، وبعد كده احمد ابنها جه لقينا ملط تحت البلكونة. هو احنا هنفطر العيشة ولا ايه يا عم؟ يقول لك من مشقة الصيام ان انت تستحمل شوية. مش من مشقة الصيام ان انا ابويا يطلعني النهارده 30 مشوار من البيت، في الاخر البيت زحمة ومش هنعرف ناكل في البيت، يعني هو هرينا طلبات وفي الاخر مش هياكلنا. تفتكري بقى صح مين يساعدك في طلبات البيت النهارده؟ صح سيد.